ليه الفيمتو بيبقى احسن من الليزك؟ يعني لو انا بقارن بين الفيمتو والليزك، الليزك مشاكله ايه؟ ان احنا بنستخدم فيه مايكرو كيراتوم او المشرط الجراحي. بالنسبه للفيمتو، سواء في الفيمتو ليزك او في الفيمتو سمايل، في الاتنين بنبتدي نستخدم شعاع الليزر بس. الليزر يعتبر دقيق جدا، ما بيغلطش. تقنيه الفيمتو بتعتمد على ان بينزل اير بابل، فقاعات هواء صغيره جنب بعضها، بتبتدي انها بتعالج او بتشكل سطح القرنيه من غير اي جراحه. ما ببتديش ان الدكتور بيتدخل فيها، بنقدر ان احنا نشكل حجم الشريحه لو انا في الفيمتو ليزك على حسب احتياجات مريض، او لو انا مش بعمل شريحه او تدخل خالص زي الفيمتو سمايل، بيبقى السيفتي بتاعتها اعلى. لو العيان اتحرك ما بيبتديش يحصل مشاكل، ما بضطرش اجل العمليه. السيفتي بتاعته بتبقى اعلى بكتير من الليزك، بيبقى الدقه بتاعته متناهيه اكتر، لكن في الاخر نتيجه الرؤيه بتبقى واحده سواء في الليزك او في الفيمتو، لان الاثنين بيعتمدوا على تصحيح النظر وهيدونا نفس نتيجه الرؤيه زي النضاره.